ما ناس من الغرب الهبوب ولا محتس لف الأرض الجنوب. كيف بنسنس الهبوب والدخاخين تاس الجو. أنا لا بابا لا في موت، بيت لا في روح، وكله في شيل ماي. ايش؟ بابا مال انت موت وبيت مال انت روح، كل شيء شلوا ماي واقفين. مسكين يا نور مسكين. تو الناس مقيمة والسحاب فوق فوق، خوفي بس يطيح مطر ويحوق مضرطب. خير وش صاير؟ بابا منور رحمن موت وبيت مال هو روح، كله شله ماي. وابي حبينا قامت تنقلب لغات. وش فيش؟ بابا أنا لازم أروح بالأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أنا أريد إجازة، سروا لي. حو الخيار، والله ما قدرت أصلب رجولي من الرقفة. عرش جاي منخفض قوي هذه المرة من سيبيريا، وراي مطر قوية بترشخ. الله بالفولة بس. كبت يكمل في هين بيجي المطار واحنا في عز الصيف هذه. أنه بعدري الخيار حرانة ومحاد موجود. عنده المروحة بالهب عليه. وابي استاذ محمد كاشف صبنا يا حبيبي، انت رايح مكان ولا ايه؟ تعال يا برعي، تعال سمع آخر الأخبار. عرش جاي منخفض قوي هذه المرة من سيبيريا. سيبيريا مرة واحدة؟ هو جاي لوحده ولا حد وراه؟ هيو روح جيب لنا شاي سليماني وزود العارف جلاس وبلاستيك ماري. انا وبعتكم انا اجيب لك في بلاستيك؟ لا انا اجيب لك جرسات. كأنه برد. وايد برد ترى وايد. سيبيريا. نعم قالها محاسب سيبيريا. حبينا قومي للشي قومي سيبيريا يا قومي. أعرف انكاليو تعال. انكاليو يا حيك ضيف، عندك ضيف يا هلا بن عمك. خشمك وابي يا قحقب. ليش عارف خربت علينا الرجال. يقول لك الأخبار العالم تمر بتغيرات مناخية وفيها عواصف وثلوج وفيضانات جافة وما جافة. الله يستر بس الله يستر. أشوف التغير المناخ واجد بارد. يلا ريولي يبست وخواصري يبسن من هالبرد ذا وخشمي
غدا تقول حصى. أول مرة أشوف برد كذا وفي دخاخين. علامك سوي اشتغل. أنا مستغربة منكم، شوية هوا وقمت تتنافضوا البرد. روح لا بردانة ولا شي. يلا خلي أبي إيقاع سيبيريا. سيبيريا رايح سيبيريا ياي. سيبيريا يا طباخ عيش ويدياي. عبودي تباني افشك في الشتاء واشغلك في الحر. هيريا قوم شلني يا سيبيريا. هيريا سيبيريا رايح سيبيريا ياي. سيبيريا يا طباخ عيش ويدياي. ما صدقتني يا عارف، ما صدقتني يوم قلت لك البرد جاي من سيبيريا. ما صدقت يا ابوك احنا ما نعرف وش نبى. يانا الحر ما تحملناه ويانا هذا البرد ما تحملناه. نعم وش نسوي؟ انا سمعت البارحه في قناه تس تي انه استخدام الطاقه هو السبب. يا رجال ايش دراك بالكلام انت؟ تسي تكا ايش من كلام هذا؟ صدق يا برعي، حقيقة انك انت جبت الموضوع مرة. يقول لك استخدام هذه الطاقة مثل الغازات وهذا النفط هو السبب التغير. نعم هو. ايه قحكم بليس انتوا الاثنين. انا اللي اعرفه شيء واحد، انه هذه السنة لا خريف ولا مشلي ولا رذات، ومصبر نفسي على كذا. يا ابوك ما هاللعبة بتقرع بطولنا. وين بيودوها المياه هذه؟ وين؟ وابي انا ما عنديش تدفئه، بس انا حط اللحم على الفحم والفحم في العيش والعيش في السرابين وبس. يا فتاح يا عظيم يا رزاق يا كريم، هذا ايش بعد؟ قحق ابليس فاتورة تدفئة. وبي فواتير التدفئة. فاتورة ويش؟ أنا روحي لا حاسة برد ولا غيره ولا دفيت بشيء. من وين هالفاتورة؟ أنا أصلا مدفي الحارة بطبولي، اتيني أنا فاتورة تدفئة؟ عبودي تعال نبونك كل يوم تتنافض. أشوفك من أسبوع بخير وعافية. خبرني وش مسوي؟ نحن بنلحق على ايش ولا ايش؟ عرف فواتير التدفئة. بعدين نحن مسويين حفرة مع الخبز الرقيق، الحرمة ارمت فيها شوية لبون وتدفينا منه. حتى احنا يا اخوك ضاربين لنا قدر وفي يمر ونتدفى منه. بس يقول لك الدول الصناعية لازم تتحمل هذا ما التغيير المناخي. مرحبا، ونحن من هذه البلادي؟ نعم اكيد احنا من هالبلادين، من دام عندنا هالصناعات العظيمة، الحلوى والبسكوت والفراخ والزليبية وكل شيء. يا رجال الله يهديك، هذا الكلام انا كله فاهمه، بس ايش ذنبي ادفع فواتير تدفى؟ انا هقول لكم. يقول لك لازم الدول الصغيرة عشان تعيش لازم تدفي الدول الهودة. امال لازم تدفعوا الفواتير علشان نقدر ندفي الدول الكبرى. زقوم السنبح له ما بتشوفه مني بئسه ولا الدول الكبرى. انا بعرف كيف ادفيهن.